العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. الرئيس سياس أفورقي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني. إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا. ارتياح لخدمات عيادة أقرع. مقتل نحو 30 مدنيا في هجوم يرجح أن جهاديين نفذوه شرق بوركينا فاسو. قتلى وجرحى في انهيار جسر بالمكسيك إثر مرور قطار هوقه. وشراكة تجارية جديدة بين بريطانيا والهند بقيمة مليار جنيه استرليني. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. التقى الرئيس سياس أفورقي الذي يقوم بزيارة عمل للسودان تستغرق يومان، التقى برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وأكد على العمل لتمتين العلاقات الإريترية السودانية المبنية على التاريخ والقيم المشترك. واتفق الرئيسان لتقوية الجهد لتنفيذ اتفاق التعاون المشترك الذي تم التوصل إليه في سابق في مجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية. ووجه الرئيس سياس أفورقي والفريق البرهان دعوة مشتركة لمواصلة الجهد والتشاور الذي بدأ بزعماء المنطقة جعل تعاون القرن الأفريقي واقعا ملموسا، وبحثا بعمق القضايا الإقليمية الآنية. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار الرئيس السيد يمان قبرآب، وسفير إريتريا في السودان السيد عيسى أحمد عيسى. ومن الجانب السوداني وزيرة الخارجية الدكتور مريم الصادق المهدي ومسؤولين آخرين. وصل الرئيس سياس أفورقي الخرطوم صباح اليوم في زيارة تستغرق يومين تلبية للدعوة الموجهة إليه من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 4 مايو في مراكز العزل بأقليمي القشبركة والأوسط أظهرت إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا، وأظهرت 5 من الإصابات في أم حجر و1 في علي قدر بأقليم القشبركة وإصابتان في أسمرة. كما شفي 7 مرضى كورونا، 4 في أقليم شمال البحر الأحمر و3 في أقليم عنسبة. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3681، شفي منها 3503، وتوفي 12 مرضى، ولا يزال 166 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 4 مايو 2021. قال سكان ضاحية أقرع بمديرية نقفة إن عيادة الضاحية تقدم خدمات مرضية في الصحة العامة ورعاية الأمومة والطفولة. وأوضح مسؤول العيادة الممرض ياسين علي أن العيادة تقدم التوعية الصحية بذهاب الأعضاء مشيا على الأرجل إلى المناطق البعيدة، وتطعيم الأطفال والحوامل إلى جانب الخدمات الصحية التي تقدمها. وذكر أن العيادة لم تشهد الصيانة منذ بناؤها عام 1994، وأن أجزاؤها الداخلية آخذا في الانهيار، مما شكل صعوبة في الخدمات التي يقدمونها، داعيا الجهات المختصة الاهتمام بالمشكلة وإدخال خدمات الهاتف النقال. وتقدم عيادة أقرع الخدمات لأكثر من 9000 من السكان المتجمعين في 9 قرى. قام حوالي 300 من أعضاء اتحاد الألعاب القوي في الأقليم الأوسط بنفير اليوم 4 مايو لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح عضو مكتب الزراعة في أسمرة وضواحيها السيد أبراهام إيوب أن رياضيي ألعاب القوة قاموا ببناء المدرجات في مساحة نصف هكتار في بيت قرقيش.
وقال عضو اتحاد ألعاب القوى في الإقليم الأوسط إسحاق نترآب وإسياس أسفاو إن المدرجات ضرورية لحماية التربة من الانجراف، معربين عن الارتياح للمشكلة في هذا العمل. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. قتل ما لا يقل عن 30 مدنيا في هجوم يعتقد أن الجهاديين نفذوه في كوديل بمقاطعة كومندا جاري شرق بوركينا فاسو، وفق ما ذكرت عدة مصادر أمنية ومحلية. وأكد مصدر أمني إقليمي لوكالة الأنباء الفرنسية مهاجمة عدد كبير من المسلحين بلدة كوديل في منطقة فوتوري، ما أوقع عشرات القتلى بين المدنيين. وأكد مسؤول في جمعية متطوع الدفاع عن الأمة التي تضم مدنيين يساندون قوات الدفاع والأمن في التصدي للجهاديين أن الهجوم وقع في وقت مبكر هذا الصباح، فيما كان البعض لا يزالون في منازلهم. واقتحم العشرات القرية وأضرموا النار في منازل، فيما كان آخرون يراقبون. قالت السلطات في المكسيك إن 20 شخصا لقوا حتفهم و70 آخرين أصيبوا عندما انهار جزءا من جسر علوي لقطارات أنفاق العاصمة مكسيكو سيتي لحظة مرور قطار فوقه. وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل. وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي طواقم الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء في موقع الحادث يمشطون المكان بحثا عن ناجين. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز فإن منظومة الأنفاق في مكسيكو تعد ثاني أكبر منظومة في القارة الأمريكية بعد تلك الموجودة في نيويورك. ويستخدم نحو 4 ملايين مواطن في مكسيكو مترو الأنفاق يوميا من أجل التنقل. أعلنت المملكة المتحدة شراكة تجارية واستثمارية جديدة مع الهند بقيمة مليار جنيه استرليني، تتضمن استثمارا من معهد سيروم انستيتيوت اوف انديا في اللقاحات في بريطانيا. وهذا الاتفاق التجاري الذي من المتوقع أن يخلق أكثر من 6500 وظيفة في المملكة المتحدة وفقا للحكومة البريطانية، يشمل استثمارا هنديا جديدا بقيمة 533 مليون جنيه استرليني في المملكة المتحدة. وكان من المقرر أن يسافر بوريس جونسون إلى الهند، لكنه اضطر لإلغاء رحلته بسبب الموجة الجديدة من فيروس كورونا التي تجتاح البلاد حاليا. وقال بوريس جونسون في العقد المقبل: وبفضل الشراكة الجديدة الموقعة اليوم واتفاق التجارة الحرة سنضاعف قيمة تجارتنا مع الهند ونرتقي بالعلاقة بين بلدينا إلى مستويات جديدة. وتبلغ قيمة التجارة بين الهند وبريطانيا القوى الاستعمارية السابقة 23 مليار جنيه استرليني سنويا. ومع ما يقارب من 1.4 مليار نسمة، تعتبر الهند من الأسواق الأساسية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ تركز حاليا على منطقة آسيا والمحيط الهادي. يرى العلماء والمختصون الذين يراقبون ثوران بركان فاغر لاسافيال منذ بدايته في منتصف مارس الفائت أن نشاطه ذهب أبعد من المتوقع. ويخمد البركان الأيسلندي أياما وأحيانا أسابيع ثم يعود بطريقة أقوى، قاذفا حممه إلى علو 300 متر في الجو. ختام النشرة، إلى اللقاء.